اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا ريت لاول مره تشوفوا قناتي تنزلوا تشتركوا بالزرار الاحمر تحت الفيديو وتفعلوا لي زر الجرس وتختاروا الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكوا اشعار بيه وتشوفوني ان شاء الله. النهارده هنعمل ايه؟ النهارده الفيديو خفيف كده وقمر وعسل وسكر وقشطه وكل الحاجات الحلوه. عشان ايه؟ عشان انا مش هدخل المطبخ النهارده. الحمد لله مش هعمل اكل. جوزي هيجيب اكل وهو جاي من الشغل، فانا مش هجيب اكل، فانا مرتاحه، نفسيتي مرتاحه، الرخامه فاضيه كده والبوتاجاز نضيف والحوض ما فيهوش مواعين. وبصوا انا مبسوطه. لو يعني انا نفسي ازغرط فبس انا ما بعرفش، فاللي يعرف يزغرط ينزل يزغرط لي بالتعليق. فمبسوطه جدا جدا. ما وريش بقى، ومش هدخل بقى المطبخ النهارده خالص، مش عايزه ادخله اساسا. فمرتاحه ونفسيتي مرتاحه وطايره في السعاده يا جماعه. انتوا مش متخيلين انا بقضي حياتي كلها في المطبخ. في ناس بتقولي انتي ما بتصوريش في المطبخ وبتاع وانتي بتعمليش اكل. لا، انا بعمل اكل 24 ساعه بعمل اكل، بس انا ما بحبش اصور في المطبخ. يعني بحس ان انا متكتفه قوي في التصوير ده. التصوير بيكتفني قوي، وكمان المطبخ بقى وبتاع وانتي عايزه تعملي اكل بسرعه، عايزه تخلصي، عايزه تعملي. ان انا فكره ان انا افتح كاميرا واصور يعني المطبخ اصلا التصوير فيه بيخنقني. فهو اللي ببقى غصب عني. مثلا ممكن اعمل الاكل واصوركم بعد ما خلصت الاكل، اما وانا بعمل اكل ببقى مخنوقه. يعني حاسه ان انا مش قادره ان انا افتح كاميرا واصور. وانا من الناس اللي ما بتحبش قوي دخلة المطبخ، ما بحبهاش. انا والمطبخ كده ما بنحبش بعض. تحسه هو اصلا ما بيحبنيش وانا ما بحبوش. فبس هعمل ايه يعني؟ غصب عننا ومضطرين ان احنا نعمل كده. المهم، اسفه ان انا طولت عليكم المقدمه، بس انا مبسوطه فحبيت ان انا اوصل لكم الشعور ده عشان تتبسطوا زيي. هنعمل ايه النهارده؟ بما ان احنا مش داخلين المطبخ ومش هنعمل اكل النهارده، فننطلق بقى في البيت نشوف ورانا ايه كده ونعمله. هيبقى روتين خفيف سريع. يعني في كل اوضه كده هندخل اللي هو الترتيب بتاعنا اليومي اللي هو سريع. بننضف، بنكنس الارض، بنطلع الفرش مثلا في الشمس شويه، بنغير الملايات لو محتاجه ان هي تتغير، عندنا شويه غسيل اللي هنطلع نلمه ونطبقه مع بعض. بصوا، هنشوف ايه اللي ورانا هنعمله. اكيد طبعا يعني مش هنفضل قاعدين كده معنتخين ما وراناش حاجه. لا، احنا اكيد ورانا حاجات كتير. فنستغل بقى فرصه ان احنا مش داخلين المطبخ وننطلق في البيت. فانطلقوا معايا بقى خلال الفيديو. واللي لسه مش حطيتولي لايك ده حطولي لايك، ويلا بينا نبدا الفيديو.
كده خلاص 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 خلصنا الحمد لله. مبقاش ورايا اي حاجه خالص دلوقتي بقى اروح اعمل لي كوبايه شاي كده قمر كده زيي واروح اقعد بقى قدام التلفزيون كده، او امسك الموبايل اشوف اي حاجه ورايا، او انادي على سلايفي، نقعد ننم على الناس. ابص هعمل اي حاجه، انا فاضيه يا جماعه، ما وريش حاجه خالص الحمد لله خلاص. وكمان فاضل حاجات بسيطه والعشاء تأذن يعني، لسه الليل في اوله يعني. فالحمد لله انا كده خلصت. حتى بصوا الاوضه كمان نظيفه اهي، ما فيهاش اي حاجه، السراحه نظيفه، السرير نظيف. كنت عايزه اقول لكم حقيقي ان انا جبت الفريزر هنا في المكان ده، ما كنتش لاقيه له مكان بصراحه، وكان كمان كنت حاطاه هنا في الاوضه، وكنت حاطاه ورا الباب هنا، فكان مضايقني الدنيا خالص. وحسيت ان انا لما اجي احط بقى سراحه تاني واحط الاوضه تاني وبتاع هيضايق لي الدنيا. هو كان الاوضه كان موجود في الاوضه والاوضه كانت فاضيه، فما كانش مضايق الدنيا قوي، بس حسيت لما اجي احط الفرش الدنيا هتضيق. لما حطيت الفرش بالطريقه دي فالدنيا بقت ظريفه معايا، والمكان دوت كان فاضي. بصوا هنا انا شلت الضرفه اللي هنا كلها، شلتها، هي دي شلتها، وده بيقفل وبيفتح عادي اهو. الضرفتين بيفتحوا وبيقفلوا، وبعرف ادخل واخرج براحتي. فهو هنا مش مضايق لي الدنيا، وهنا شكله حلو يعني، الى حد ما شكله حلو، فمش مضايق لي الدنيا، والدنيا تمام معايا. فيلا بقى، لو وصلتوا معايا لاخر الفيديو متنسوش تحطوا لي لايك وتكتبوا لي كومنت حلو كده عشان يشجعني ان اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر. يلا مع الف سلامه، باي.